سلام الرب مع جميعكم. النهارده انا داخله هتكلم في موضوع مهم جدا جدا. احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلت لكم ان انا هعمل حلقه مخصصه لهذا الانسان اللي يذكر في الكنيسه دخل خلسه، زي دلوقتي ناس كتير دخلت خلسه، وهنوضح اللي هو عمله وازاي الكنيسه تعبت كتير بسبب هذا الانسان. وهو من اتباع متى المسكين، المسكون اللي انا بقول عليه المسكون، لانه مش ممكن يكون انسان داخل الاديره وبيعلم رهبان وهو بيكسر في الكنيسه. يبقى انتوا اكيد عرفتوا ان هو عن جورج حبيب بباوي اللي البطرك اديله فرصة أخيرة إن هو يتوب قبل الموت، واداله إن هو يتناول. ومع ذلك قبل ما يموت قال على كنيستنا إنها مش كنيسة صالحة، وغلط في الكنيسة، فده إنسان ما تابش ومع ذلك اتناول. فطبعا المسؤول عن هذا هيكون هو البطرك، مش إحنا أو مش المجمع أو مش الكنيسة. ربنا يرحمنا جميعا ويخلينا نمشي في الطريق المستقيم بدون ما نتلاوع وبدون ما نكسر كنيستنا، لأن كنيستنا غالية علينا، لأن رب المجد فداها بدمه. هنتكلم النهاردة عن جورج بيباوي اللي هو الهرطوقي المعروف، هرطوقي القرن ال21. ولد في 27/11 نوفمبر 1938. بيباوي لم ينشأ من أسرة مسيحية، ولكنه نشأ من أسرة يهودية حتى 19 سنة، وبعد كده دخل كنيستنا لأنه كان من أسرة يهودية. بدأ ينضم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنة 1957، قبلته الكنيسة أي البابا شنودة الثالث. درس في الكلية الإكليريكية وأصبح معيدا في الكليات بتاعتنا احنا اللي هي تبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنة 1961. رافق البابا شنودة ذهابه إلى أمريكا في زيارته الأولى، وهناك كانت سنة 1977. وبدأت له بعض الأخطاء العقائدية واللاهوتية في السر. كان كل ده في السر، وبعد كده بدأت تطلع تدريجيا للعلانية، إلى أن منع من التدريس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة وفروعها، يعني على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب تعليمه الخاطئة، وده صدر سنة 1983. طبعا أو ما قدرش يسكت لأنه هو إنسان متكبر، وانتوا عارفين المتكبرين يسقطوا زي كده الشيطان لما سقط لأنه متكبر وحاول يحط كرسيه مثل كرسي اللي عليه، فعلى طول حصل له سقط وأصبح شيطان وذهب إلى الهاوية. قد نشر مقالا يمدح فيه عن حركة الإصلاح البروتستانتية على يد لوثر وكالفن باعتبارها حركة تنوير، وهاجم فيها السلطة الدينية وسر الكهنوت. أيضا هاجم عقيدة سر التناول صراحة، كما فصل نفسه عن الكنيسة بانضمامه إلى الكنيسة الأنجليكانية. فطبعا ان هو بيعترف بزواج المثليين ورسوم المرأة ككاهن أو أسقف، وده كان سنة 1984. بدأ في الكنيسة الروسية حين تزوج فيها، ثم الكنيسة الأنجليكانية. هو طبعا بيقول لك في حين انه انكر اعتبار هذا بمثابة انضمام الى الكنائس الاخرى. ازاي انت تزوجت في الكنيسة الروسية وبعدين رحت الكنيسة الانجليكانية انضميت ليها وعشت كتير قوي في انجلترا، وتيجي تقول لا انا ارثوذكسي؟ لا، ما ينفعش. كما ان له العديد من الاخطاء العقائدية لها علاقة بموضوعات مثل شركة الطبيعة الإلهية. تاني شيء الكفارة، لأنه ما كانش بيعترف بيها. وقد ناقش المجمع المقدس أخطائه في الجلسة الطارئة بتاريخ 21/2 سنة 2007، ثم في جلسة 26/5 سنة 2007. والغريبة أنكم هتلاقوا بالوثائق اللي أنا هسردها لكم في الفيديو. خليكم معنا لغاية آخر الفيديو وهتشوفوا حاجات وهتسمعوا حاجات
عمركم ما سمعتوها وعمركم ما عرفتوها. فكان بالوثائق البطرك الجالس على كرسي ماري مرقس 118 حاليا مضى باسمه انه هو مش موافق على هذا الهرطوقي. وزي ما احنا قلنا ان جورج حبيب بباوي في البدايه دخل وكان افكاره غير ارثوذكسيه، ولذلك ابتدى يقول الاخطاء بتاعته في السر، وابتدى بعد كده علانيه لما قعد وترستع وبقى معيد وابتدى يقول كلام غلط للطلبه، فالطلبه اشتكته للبابا شنوده فعملوا له مجمع. هكذا الايام دي اتقعدوا وترستقوا وابتدأوا يغلطوا. انا مش داخله ادين انسان، انا بدين فكر، وارجوكم يكون التعليقات على هذا القدر من العلم واحترام الانسان اللي قدامك فكري. ملناش دعوه بالشتايم لان احنا اولاد الملك وما يهمناش اي حد هيدخل يتكلم. انا بقول الحقيقه لان لازم تتفجر تلك الحقائق للناس اللي ما يعرفوش، لان في ناس داخله ومش فاهمه. فما تزعلوش مني، مش كل الناس دارسه ومش كل الناس تعرف، وفي ناس تقول لا ما حصلش، لا يمكن البابا يعمل كده، لا يمكن الاسقف الفلاني يعمل كده. لا يا احبائي، بيعملوا كده لانهم دخلوا خلسه وعندهم افكار سودة، افكار سماويه. يقول لك كده يحط الايه السم في العسل عشان الناس تاخده وما تحسش ان ده سم وان ده ممكن تكسر العقيده. وقد نشر في موقعه الحرم مرتين ولكنه أردف قائلا إن ذلك تم في مجمع لا يعرف الإيمان من أشخاص لا يعرفون الرب. وخلي بالكم كان البابا تودرس موجود في هذا المجمع، وطبعا تحدث عن شر هؤلاء وكيف إنهم في الظلمة مقيمين، وهو يقصد بهذا الكلام البابا شنودة والآباء الأساقفة في المجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ملخص أخطاء اللي هنقول entre parenthèses جورج حبيب بباوي. الدكتور أنا ما بعتبرش دكتور حتى لو كان واخد الدكتوراه على ورق، لكن أفكاره شيطانية، أفكاره سماوية، أفكاره تهدم الكنيسة. يبقى إزاي عايزيني أقول عليه دكتور وأفخره وأقول إن هو إنسان رائع؟ لا يمكن. الإنسان اللي يخرج عن طريق المستقيم والإيمان المستقيم ما أقدرش ألقبه بشيء. يعني هو ارتقى فوق ما ينبغي أن يرتقي. زي الكتاب المقدس يقول لك إيه؟ ارتقي إلى التعقل، مش ترتقي إنك تخلي الكنيسة تروح في طريق غير الطريق بتاعنا. يبقى كده ياخد الكنيسة ويروح مكان غير المكان اللي احنا عارفينه والإيمان اللي احنا عارفينه. المهم هنبتدي نتكلم عن الأخطاء. الادعاء بأن الإنسان يمكنه أن يصير أقنوما. انتوا تعرفوا في ناس ما تعرفش يعني ايه الأقانيم. احنا عندنا الآب هو أقنوم والابن هو أقنوم والروح القدس هما أقنوم، ولكنهم إله واحد آمين. يعني احنا نعبد إله واحد ب3 أقانيم. نقدر نقول إن هي صفات جوهرية لرب المجد. فهو بيقول إيه بقى؟ باتحاد الإنسان بسائر أعضاء الكنيسة اللي هم البشر، إن البشر لهم إيه؟ جوهر واحد مثل الأقانيم في الثالوث. يبقى هو كده عايزنا احنا نعتبرنا أقنوم من الأقانيم، وده هرطقة محدش يقدر يقبلها. تاني نقطة، الادعاء باتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة الإنسانية في سائر المؤمنين مثل اتحاد اللاهوت بالناسوت في السيد المسيح، والقول بأن هذا الاتحاد يتم بحلول الروح القدس في الإنسان. يبقى احنا لما خدنا الروح القدس أصبحنا آلهة. ولذلك تلاقوا الأيام دي في كتير قوي عايزين يألهوا الإنسان علشان ينزلوا من قدر رب المجد ويرفعوا من قدر الإنسان، وكده تكون الكفارة اتلغت، الفداء اتلغى، السيد المسيح ملهوش وجود، يبقى ربنا ملهوش وجود، وهم دول اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي. 3، الادعاء بأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم علاقة الكنيسة بالمسيح إلا من خلال فهمه لعلاقة الرجل بالمرأة، فهما كاملان وناضجان. 4،
مهاجمة السلطة الكهنوتية. طبعا احنا نعتبر كلمة سلطة دي يا ريت الناس ما تفهمهاش غلط. الكهنة بتاخدها من خلال الروح القدس، الأسقف بياخدها من خلال الروح القدس، فاللي ما بيخليش الروح القدس شغالة فيه يبقى دي مش شغالة جواه، يبقى ما عندوش أي سلطة. والتعليم في الكنيسة. 5. مهاجمة مدارس الأحد مع الادعاء بأنها تعليم الأطفال غير مسيحي. طب إزاي بقى؟ إحنا بنعلم الأطفال حاجات غير مسيحية؟ 6. يبقى هو كان ضد مدارس الأحد. مهاجمة كل معتقدات الكنيسة الأرثوذكسية بصفة عامة، مدعيا أن التعليم حاليا بالكنيسة هو تعليم غير مسيحي. هل ده يعقل؟ 7. مهما مهاجمة الصوم أو التحريض على عدم الالتزام بالصوم الذي وضعته الكنيسة. وده كمان بيوضح إيه؟ الأيام اللي احنا فيها دلوقتي بيقولك إيه؟ نقلل 5 ساعات بدل 9 ساعات، نقلل مدة الصيام. حتى صيام الرسل عايزين يعملوه 12 يوم بدل 45 أو 35، وانتوا عارفين الحساب بتاعه بيبقى إزاي. قالوا ايه تاني؟ عايزين يخلوا الاعياد تبقى مع الكاثوليك. كل ده حاجات هراطقة ونبعة من متى المسكون وجورج حبيب بباوي المسكون ايضا، لان دول مش الروح القدس اللي عامله فيهم، ده روح الشيطان هي اللي بتديرهم. واي واحد هيبتدي يكسر في العقيده بتاعتنا هو تبع روح الشيطان. نكمل. 7. مهاجمة الصوم والتحريض على عدم الالتزام بالصوم الذي وضعته الكنيسة. 8. مهاجمة سر الإفخارستية حسب معتقد الكنيسة في الوقت الحاضر مع الادعاء ببطلان التعليم اللي هو التحويل الجوهري. حد يقول كده؟ تحت أعراض الخبز والخمر. يعني حتى تحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح بيطعن فيه. 9. مدح تعاليم أوريجانوس. انتوا عارفين ان أوريجانوس هو علامة واتقال عليه ان هو علامة، لكن ليه أخطاء. الخطأ اللي وقع فيه على أوريجانوس ان هو اعترف ان الشيطان سوف يخلص. طب إذا كان الشيطان سوف يخلص، طب ما أنا بقى أعمل اللي أنا عايزاه واقول ما انا هخلص انا كمان. يبقى اذا كان الشيطان هيخلص يبقى مفيش مبادئ، مفيش اخلاق، مفيش اساسيات، مفيش عقيده. هو عاوز يمسحوا عقيده الارثوذكسيه المسيحيه لانها صلبه، لانها قويه، ومحدش قدر يهزها. هم عايزين يهزوها، والايام دي في ناس دخلت خلصة الكنيسه عايزه تهدها، لكن ابواب الجحيم لن تقوى عليها، وربنا يهدم مؤامراتهم ومؤامرات أخي توفل زي ما بنقول في القداس المقدس الإلهي. 10. التحريض على قبول فكرة الزواج المختلط من غير المسيحيين والتشكيك في أهمية صلوات الإكليل. يعني دلوقتي حتى عايزين يكسروا الأسرار المقدسة اللي عندنا في الكنيسة بتاعتنا. 11. التحريض على حضور أفلام عالمية فيها نوع من الشذوذ والتشجيع على قراءة الكتب غير الروحية. 12. الهجوم باستمرار على العظات والتعاليم التي تقال على منبر في الكنائس. هو عاوز يهد التعليم، عاوز يهد مدارس الأحد، عاوز يهد القداس، عايز يودينا في طريق احنا مش عارفين هو يودينا فين. ماشي. 13. مهاجمة فكرة إيفاء العدل الإلهي بالصليب. زي ما قلت لكم عايز يلغي الفداء، ورفضه فكرة العقوبة في كثير من التعاليم. هو مش عايز يبقى في عقوبة. ربنا حلو، ربنا خلقنا احنا زي ربنا، فاحنا لينا نفس الصفات بتاعت ربنا، فازاي يبقى عندنا عقوبة؟ تأليه الإنسان. خلي بالكم، تأليه الإنسان جاي علينا كوحش. تأليه الإنسان جاي علينا كوحش، خلي بالكم. 14. الادعاء بعدم معرفة مصير غير المؤمنين. يبقى هو بيقول لك غير المؤمنين احنا ما نعرفش مصيرهم ايه، كلنا هنخلص. اذا كان الشيطان هيخلص، قال لك انا اعترف بنظرية اوريجانوس ان الشيطان هيخلص، يبقى ما دام الشيطان هيخلص يبقى ايه المشكلة مع غير المؤمنين انهم يخلصوا؟ يا جماعة خلي بالكم، الكلام خطير.
15 الادعاء بعدم أهمية حالة الإنسان الروحية في وقت انتقاله من العالم. 16 الادعاء بعدم أهمية طلب معونة الله في كل عمل. بيقول لك ايه؟ محتاج لمعونة ربنا في ايه؟ هو بيقول لك انت محتاج معونة ربنا في ايه؟ مش محتاج معونة ربنا مع تصوير خاطئ لمعنى قول السيد المسيح: بدوني لا تقدرون ان تفعلوا اي شيء. ربنا سيبنا احرار، لكن احنا بنقرر هنعمل ايه، وبذلك ربنا بيحاسبنا على قرارنا. ما يعرفش الإنسان قلب الإنسان غير الإنسان اللي ساكن جواه. ربنا بيدينا الحرية وبيدينا الشريعة اللي هي لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك، كل دول انتوا عارفينهم، ولا تصنع لك آلهة، وهكذا. فإحنا عارفين الوصايا العشر، عارفين إيه اللي المفروض نعمله وما نعملوش. وبعد كده ربنا بيساعدنا بروح الله القدوس إن إحنا نقدر نتقدم ونوصل إلى الأبدية. فما هو فهم معنى بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا عن طريق الادعاء بأننا متحدين بالمسيح بنفس الصورة التي يتحد بها أقنوم الكلمة مع أقنوم الآب. يعني تخيلوا كده إن الآب والابن والروح القدس هما الاتنين 3 أقانيم متحدين مع بعض في إله واحد أمين. وإحنا علشان خدنا الروح القدس سواء في المعمودية أو في سر التناول أو يبقى إحنا متحدين مع الرب زي أقنوم الكلمة مع أقنوم الآب. هل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ هذا الإنسان ارتقى فوق ما ينبغي أن يرتقي، ولذلك نهايته الجحيم حتى لو اتناول قبل ما يموت. ومع ذلك أنا مش ربنا، عشان ما حدش يقول لي انت ربنا وما تعرفيش اللي هيحصل. انا سايبه ده في ايدين ربنا، لكن انا كتابي المقدس بيقول كده، ايماني بيقول كده، ارثوذكسيتي بتقول كده، عقيدتي بتقول كده. فلو انتوا عايزيني امحي ده كله يبقى بلاش اتكلم، لكن انا مش همحيه، وانا مؤمنه وعارفه انا بقول ايه. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لك بنفس الصوره الذي يتحد بها أقنوم الكلمة مع أقنوم الآب حتى إنه لا يحتاج إلى معونته، حتى لا يحتاج إلى معونته. إحنا وصلنا 16 17 الادعاء بأن مارتن لوثر، عارفين انتوا مارتن لوثر وزونولكي وكالفن دول بروتستانت، دول خرجوا. وعلى فكرة دول رهبان كانوا حلوين جدا وكانوا ممتازين جدا، بس حصلت ثورة. الثورة دي كانت ضد مين؟ كانت ضد الكنيسة، كانت ضد البطاركة، كانت ضد التعليم الخطأ، لأنهم خرجوا بموضوع المطهر، خرجوا بزوائد القديسين، خرجوا بسكوك الغفران، خرجوا بحاجات كتير غلط، كله عشان الفلوس زي ما بيحصل اليومين دول، كله عشان الفلوس. الفلوس عمت عينيهم، بقوا افيجل، بقوا عميان، بقوا عميان، ما بقوش شايفين حاجة قدامهم. فأرجوكم انتوا بلاش هم إذا سقطوا وراحوا في الهاوية بلاش ياخدوكم معاهم، لأن هم بيدوروا عن الضعفاء اللي مش عارفين ديانتهم ولا إيمانهم عشان ياخدوهم معاهم إلى إيه؟ الجحيم. نكمل. الادعاء بأن مارتن لوثر يهاجم الكهنوت كما تقدمه المسيحية الحقيقية، ولكنه فقط يهاجم أخطاء البابوات في عصر الإصلاح، مستخدما من ذلك إن مارتن لوثر لم يرفض الكهنوت السليم، وهذا غير حقيقي تاريخيا. 18 الادعاء بأن الكنيسة انحرفت عن تعليم الكتاب المقدس بعد القرن الخامس الميلادي، وإن مارتن لوثر هو الذي أعاد الكنيسة عقيدتها المطابقة لتعليم الكتاب المقدس. أنا أسفة، كلام لا يعقل، وتعليم القرون الخمس الأولى. ربنا يستر على كنيستنا. 19 الادعاء بأن الإنسان بعد المعمودية هو أقدس
من مياه المعمودية المقدسة، وأقدس من المذبح المدشن بالميرون، وهكذا. ألخ حد يقول كده؟ ازاي يبقى انا اقدس من الميه؟ ازاي اقدس من المذبح اللي عليه جسد ودم المسيح؟ انا خدت بركه كبيره. وبيقول لك القدسات للقديسين، بس مش معنى ان القدسات للقديسين. يا ريت نقدر نوصل نبقى قديسين، يا ريت، وانا اولكم. 20. اتهام الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بالاريوسيه لرفضها فكره تأليه الانسان، خلي بالكم، بحلول الروح القدس فيه. خدتوا بالكم بيقول ايه؟ دي كده بقى ايه؟ يقول لك ايه؟ السم في العسل، او يعني عشان ما تحسش، يقول لك احنا كده بقينا الآلهة مثل اللي فدانا، مثل يسوع. ليه؟ لان احنا واخدين الروح القدس، فبقينا زيه، بقينا زيه يا جماعه. انا اله وانت اله وهو اله. شايف وصل ايه؟ جورج بيباوي مش عايزه اقول غباء، هو الراجل ما كانش غبي، الراجل كان ذكي وكان متعلم وكان عارف كل حاجه، بس هو ارتقى فوق ما ينبغي ان يرتقي. الراجل ده شويه الكبرياء اللي عنده كسره، خلاه عاوز يحط كرسي مثل العلي، كرسي العلي. عمل زي مين؟ زي الشيطان، فاكيد هيسقط. نكمل يا جماعه. احنا قلنا اتهام الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بالاريوسيه، وده غلط، لرفضها فكره تأليه الانسان بحلول الروح القدس فيه بالاتحاد الطبائع اللي هي الطبيعه الالهيه والطبيعه الناسوتيه كما حدث في المسيح، واتهامها بالنسطوريه، لان برفضها لهذا النوع مع الاتحاد في الانسان المؤمن فانها تكون على مثال رفض نسطور الفكره هذا الاتحاد في شخص المسيح. أرجوكم نبعد عن هذا الإنسان وعلى كتاباته وعلى تعليمه، وهخليه بالصوت والصورة يقول ويثبت لكم لكل من يسمعه وكل من يؤمن بيه إن هو حمار وعلى راسه قرنين. وده الكلام اللي قاله سنة 83. قبل 83 تقريبا كانت مصر حوالي 45 مليون نسمة، فطلع في محاضرة يقول لك ايه؟ اصل المصريين كلهم حمير، احنا عندنا 40 مليون حمار. فاللي يسمع كلام متى المسكون، يسمع كلام جورج حبيب بيباوي، بكلامك تتبرر يا بيباوي ان انت بتقول عليهم حمير. ومش هقول الله ينيح روحه لان ده انسان حقيقي. المشكله ان هو مش بموته وقف الهرطقه بتاعته، لا، دي هرطقته ابتدات تكمل وبتكسر في الكنيسه دلوقتي، زي بالظبط مارتن لوثر وزونالكي والناس اللي خرجوا بقوا اريوسيين وبقوا نسطوريين وبقوا افكار كلها بتهدم الكنيسه. بس احنا كنيستنا جميله، احنا كنيستنا قويه، بقالها سنين مش هيقدر عليها، وما زالت وهتستمر لغاية اليوم الأخير. 21. مهاجمة تعليم الكنيسة بشأن عقيدة التثليث، مدعيا إنها تعتنق نظرية القيمة اللي هو الفالور لأرسطو، وهي نظرية خاطئة في نظره. اللي ما يعرفهاش يا ريت يبحث على الانترنت وهيعرفها. محاولة إثارة مشاعر الأنسات والسيدات اللي زينا كده ضد الكنيسة بسبب منع الكنيسة للمرأة عموما من دخول الهيكل ومن المناداة بإمكانية دخولها أثناء القداس الإلهي في الهيكل الذي يوجد فيه إيه؟ الذبيحة. وعايزين يخلوا السيدات يبقوا كهنة، لازم تبقي شماسة زي ما بيحصل دلوقتي، اللي هو الشيطان الأسود اللي اسمه دانيال، اللي عمله مطران عشان هو هرطوكي وطلع بيهرطف في كل مكان، عمله مطران وعمل هو ايه؟ شماسات، وخلى في امريكا يعملوا في كاليفورنيا ومش عارفه في كندا وفين وفين وفين، وكله دلوقتي بيكسر في الكنيسه. أنا مش ضد المرأة ما فيش أحسن منها وأحلى منها، وهي أساس الكون كله، بدون المرأة ما فيش كون. بس السيد المسيح وحبه الست العذراء
قال لها يا أمي أنتي بيحبها، سلمها ليوحنا لما طلبت منه في عرس قانا الجليل تعمل معجزة، هو ما كانش لسه ابتدأ، عمل لها لأنه بيحبها، دي أمه اللي خدته جواها 9 شهور. عاوزين إيه أكتر من كده؟ هل هو خلى أمه قال لها أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، ولا مسك راجل وقال له يا بطرس أنت على الصخرة، أنت الصخرة، والصخرة هي صخرة الإيمان مش صخرة البني آدم. يا ريت تفهموا صح كلامنا او الايمان بتاعنا، الصخره مش بطرس، دي الصخره بتاعت الايمان، لان على ايمانك يا بطرس والروح القدس اللي انا هديهولك هتبني الكنيسه وابواب الجحيم لن تقوى عليها. فهو ما اعطاهاش لسيده الام النور البتول العذراء والده الاله، اداها لمين؟ للرجل. فاحنا نحترم ما يريد رب المجد. لو كان عايزنا احنا كسيدات نبقى أساقفة وكهنة كان سيدات كتير أنبياء وفي قديسات، لكن ما اداناش في الإكليروس نبقى كهنة وأساقفة وبتركة زي اللوسارية، زي الأنجليكانية، الكنيسة الأنجليكانية. فوق يا جماعة. المهم ان جورج بيباوي بيحاول ازاله الفوارق بين وضع المراه في الكنيسه ووضع الرجل بصوره قد تؤدي في النهايه الى المطالبه بكهنوت المراه. شفتوا بقى واصلين لغايه ايه؟ واللي بيعملوه دلوقتي هكذا، واللي متبعوا البطرك الجالس على كرسي ماري مرقس ال 118 نفس الاسلوب ونفس النمط ونفس الحكايه. ربنا يرحمنا ويأثر تلك الايام وترجع كنيستنا يا رب زي الاول، لان احنا فعلا تعبنا ومش عارفين هننتهي نروح فين. يتمجد اسمك يا رب، يتمجد اسمك. 23 الادعاء بان جميع المؤمنين هم كهنه. خلي بالكم المؤمنين، كل انسان مؤمن هو كاهن، وان الفرق فقط في القسيسيه والاسقفيه. يعني الاسقف والبطرك دول يبقوا رجال، لكن ممكن تبقي انت كاهن، ممكن تبقي مش، لا طبعا كل ده غلط، كأحد مواهب الروح القدس، ولكن إن الكهنوت هو للجميع، عايز يدي الكهنوت للكل، طبعا غلط. 24 انا تعبت من اللي انا بقراه، سامحوني انا بقراه علشان افتح عيونكم، عشان تعرفوا اللي بيحصل غلط، وان البطرك اداله ان هو يتناول غلط، بس طبعا هي راجعه فوقيه وهو اعترف، قال انا مسؤول عن اللي انا عملته مع بيباوي، لان هو لا يؤمن بالمجمع ولا يؤمن باي شيء غير هو فقط، وطلع وقال انا المجمع والمجمع انا، وكلكم اراء وانا القرار. ايه رأيكم في يرتقي ما فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى التعقل؟ ربنا يستر وما يكونش نهايته زي جورج حبيب بيباوي. يا عذراء يا ام النور. 24 الادعاء بان العلمانية اعظم من الكهنوت، وانها توجد ابوة للعلمانيين في الكنيسة، وهذه هي الأبوة أعظم من الكهنوت. 25 المطالبة بإلغاء ألقاب قداسة البابا، يعني كلمة قداسة دي هو عايز يلغيها، ده مش قديس، عايز يلغي قداسة البابا الطقسية في كنيستنا، وكذلك بإلغاء الرتب الإكليروس. طيب أنا مش قادرة أفهم، حضرتك عايز تلغي كلمة أو لقب قداسة البابا، والبطرك حاليا مسح كلمة قداسة البابا شنودة على الرخام في بعض الأماكن، وحط اسمه، وعمل صور ليه في الكنيسة ودشنها. يبقى أنت ضد البابا توادرس ولا إيه الموضوع؟ ولا كل واحد على مزاجه؟ واخدين بالكم؟ وبعدين في صورة أنا هحاول أحطها لكم، أنا لقيتها من يومين بس أنا كانت مسببة لي إزعاج، إن هم عملوا صورة لجورج حبيب بيباوي كشماسة قديس ودشنوها. إيه رأيكم في الهراطقة اللي طالعين في كنيستنا بيعملوا حاجات غريبة؟ خلاص الهراطقة اخترقوا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشكرا يا بابا توادرس على البهدلة اللي احنا متبهدلينها بسبب الحكمة اللي عندك. حقيقي مش كل الآباء البطاركة
أخدوا حكمة، مش كل البطاركة أخدوا حكمة، دي نعمة من عند ربنا. 20 الادعاء بأن تدريس اللاهوت ليس هو من اختصاص البابوات ولكن من اختصاص العلمانيين وأساتذة اللاهوت. 27 المطالبة بعدم منع التعليم المضادة لعقيدة الكنيسة وبعدم محاربة الشكوك بدعوى إن ذلك ضد روح الإنجيل، مدعيا بأن ترك الزوان ينمو في الحنطة. خلي بالكم الحتة دي رهيبة، يعني ترك الشكوك والتعاليم الخاطئة تنمو جوه كنيستنا، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، وهو ده اللي بيعمله البابا توادرس لما طلع مع الإعلامي إيهاب وقال له إيه؟ قال له لا أنا لازم أحط كتب متى المسكين وعنده في الببليوتيك اللي عند رخانة. طب ليه يا سيدنا بتعمل كده؟ قال لي ما هو لا، لازم الناس كلها تقرأ وكل واحد يختار اللي هو عايزه. هو احنا بنجيب كيلو برتقال ولا كيلو يوستفندي ولا كيلو مانجا؟ دي عقيدة. ازاي الشكوك والكلام الهراطقة عندك وتقولي ان انت ارثوذكسي وقاعد على كرسي ماري مرقس؟ ازاي؟ سامحوني. جورج حبيب بيباوي بيدعو ان لازم ترك الزوان ينمو في الحنطة، يعني ترك الشكوك والتعليم الخاطئة. 28 قبول معمودية البروتستانت وكل معمودية من أي مذهب على اسم الثالوث. 29 أخطاء حول أسرار الكنيسة تعريفها وعددها. 30 إنكار الكفارة واعتبارها أفكار العصور الوسطى. 31 الادعاء بأن تعاليم كالفن مأخوذة من ذهبي الفم. ودلوقتي أنا وصلت تقريبا، وفي طبعا أخطاء تانية كتير بس أنا هكتفي بذلك، وهبتدي أوريكم بالصوت وبالصورة وبالمستندات والوثائق كل اللي أنا قلته. وأنا مش داخلة ضد جورج حبيب بيباوي أو ضد البطرك، أنا ضد أفكار هؤلاء. وأشكركم ونتابع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. خليكم معانا هنشوف الفيلم. نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئون. رفائيل، ايه موقف المجمع المقدس او الكنيسه من الصلاه على اي شخص يكون مقطوع من شركه الكنيسه؟ هو طبعا المفروض ان الانسان المقطوع من شركه الكنيسه محدش يصلي عليه. صحيح. لكن طبعا بالنسبه للسؤال، لما يكون واحد مات في خطيته او في هرطقته او في نكرانه للايمان باي صوره، الكنيسه مش المفروض بتصلي عليه، مش مفروض. صحيح. لكن طبعا بالنسبه للسؤال، لما يكون واحد مات في خطيته أو في هرطقته أو في نكرانه للإيمان بأي صورة، الكنيسة مش المفروض بتصلي عليه.
وانا من الحته دي يعني ارجو ان احنا نعيد النظر في المنهج التربوي بتاعنا في الكنيسه ككل. طب ما انت سبت الزواج مع الحنطه وتركت الموضوع، خداكم من تعليم المسيح اتركوهما ايه؟ ينميان معا. سيبوا ينمو زي ده. احنا التربيه بالقمع ليست جزءا من الانجيل. يقول لك حماية الناس من الشكوك. حماية الناس من الشكوك ازاي؟ ان احنا نفضل نمنعهم من التفكير والمناقشة وحرية البحث لحد ما في النهاية يبقى عندنا جماجم ما فيهاش مخاخ من جوه. وساعات بقول لبعض الطلبة التكنولوجية بيقطعوا لكم راسكم في الكنيسة ويحطوا لكم حاجة بدلها. ربما صيد زرع، ربما حاجة بودان طويلة. ألوهية المسيح وقيامته موضوع متروك للبحث، وكل أستاذ بيقول الكلام اللي يعجبه. مفيش جامعة في أوروبا بتعين أستاذ لتدريس اللاهوت أو الفلسفة لأنه بينتمي إلى دين أو قومية معينة. أنا الأستاذ اللي درسني تاريخ عهد جديد كان يهودي، ويا ريت يهودي مؤمن، كان يهودي ملحد. درسنا تاريخ العهد الجديد ويعتبر من علماء العهد الجديد في العالم. الرباي ابراهام معروف. خش الحصة يقول محاضرة بتاعته بالشكل اللي يعجبه. التفاسير الثانية ديت بتطلع في العصر الذي يتحول فيه الإيمان المسيحي إلى غيبيات. خلاص دخلنا في طور الازهر وفي طور السمكري والرازي وفلان وعلان. عندما تحول الانجيل الى غيبيات خلاص تطلع بقى نجي ناحيه الشرق وده مش عارف ناحيه الغرب بتاع فين الشرق ده. ثاني مختلف، نصرية طعمها غريب خالص للإجابة خالص. نصرية مدرسة فلسفية موجودة لحد النهارده. ليس في الإسلام فقط ولكن في الكنيسة. الكنيسة ليه؟ أنا أعتقد إن إحنا كلنا ننتمي إلى كنيسة واحدة. في الأفكارستية معظم المتناولين والمتناولات عايز يتخلى عن كافة مسؤولياته بالضبط زي الحمار اللي بيركبه. ركبت حمير؟ ابدا كتير. اللهم هو تفتكر مصر فيها 40 مليون حمار. انا واحد من الناس لما قريت كتاب الاسلام في اوروبا بتاع الدكتور عبد الحليم محمود، حطيت شمعة عند ماري جرجس، قلت يا رب اوروبا كلها تسلم. الهي انت جاهز زي ما بيقولوا الجماعة البسطة عندنا، كل الاوروبيين يسلموا يبقوا كلهم مسلمين بما فيهم بابا روما كمان. يا رب وصلوا معايا قولوا يا رب اوروبا كلها تسلم. اصل اللي انتوا بتتكلموا عليه ده هو منهج الاسلام. ليست هذه هي المسيحيه. ما تقولوش بقى ضغط هي على في الحزب. ليست هذه هي المسيحيه، ده الاسلام اللي انتوا بتقولوه. كفايه بقى اسلام بقى. هتكفرونا تقولوا لا اله الا الله هنا؟ مش عايزين بقى الاسلام والتربيه الاسلاميه بتاعتكم والحركه ديت. وكفاياتكم الاوطان اللي انتم متعمقين بيها. وقولوا من قلبكم لا اله الا الله ويسوع المسيح ابن الله. كفايه بقى. يلا روح نمسك كفايه بقى في دماغي.
دي حاجات كلها مسروقه من حقوق الشعب القبطي يا استاذ جورج، وارجو ان حضرتك تركز لنا عليها. مع الشيخ اخ رفيق قابلت الدعوه كيرلس، قال لي عباره سنه 70، قال لي يا ابني ان كان في اصلاح وحركه تنوير للكنيسه القبطيه لازم تيجي من المهجر، لان طيب انت في المهجر اهو. لان بعض المهجر عندهم حريه اكثر من الاحباط. مين اللي قال الكلام ده؟ قابلت البابا كيرلس. انا شخصيا كل ما اروح الكنيسه بيتخانقوا معايا. معلش ما هو القسيس بيطلع يتخانق والاسقف يطلع يتخانق، والاسقف لنا ما حدش عارفه جاي منين. هو حركه التنوير دي اصلا تحتاج دلوقتي يا اخ سيدي الفاضل، احنا لينا 30 سنه دقينا الناس في المهجر شنوده خلاهم ارانب اكتر من مصر. ده اشترى ضماير، مشتري ضماير الناس هنا هو بالفلوس. يا اخ رفيق لابد من علمانيين عندهم اشتهامه والرجوله والايمان بالمسيح يتصدوا لكل محاولات القهر. هندخل في العنف كده. لا معنى انك يعني لا اقول لك التصدي بايه؟ التصدي بانك انت تروح الكنيسه، واخد بالك، يجي الاب الكاهن او الاسقف يقول اخ حلوني، تقول له مش هحلك. هو اساسا ممنوع. ماشي، هتقوم خناقه والبوليس هيجي وبعدين اقعد في الشارع اقول ما تحلوش. لا مفيش خناقات ليه؟ نو ده هي اسمع اللي بقوله لك. انت بتستخدم. انا ليا 12 سنه انا بروح الكنيسه في الشارع بوزع ورقه يمكن ما فيهاش لا شنوده ولا بتاع، ورقه تخص الشعب القبطي والناس اللي بتموت والناس اللي بتتقتل. انا عارف انك انت مالكش دخل بالسياسه. بيطلع القسيس وفتوات السفاره والقنصليه وفتوات شنوده، واخد بالك، يتخانقوا معاك، بيجي البوليس بيعمل ايه؟ بيقول لك انتوا تبعدوا عن بعض دلوقتي وروح المحكمه. انا اصلي يعني انا مبتعد عن الكنيسه. لا، ما انت لازم تحط ايدك عشان تبقى فاهم الجو. يعني الله ينيح نفسك يا أنبا بيثانيوس اللي غدر بيه واغتيل، وأنا بقول إن قرار الاغتيال طلع من المجمع. الله يحسن. لأن في ناس حسيت إن التعليم اللاهوتي بتاعهم مكشوف وهيتعرى. اقرا كلام الأنبا شنودة عن الوصايا العشر: لا تقتل، وهو يعطي شرعية للقتل. يعني مش أنا بقى اللي بقول الكلام ده هو اللي بيقول. اقرا الكلام. أنا مش اقتبس حاجة، لا بس اقرا واقرا بدع حديث. هو أنبا شنودة هددني أنا شخصيا، قال لي لو مت مش هصلي عليك. يا سيدنا، أنا حضرت الجنازة العام في أحد الشعانين أقول مثلا 20 مرة، واحد من 20 دول كفاية. قال يعني مش همك؟ قلت له أنت لا تملك أن تمنع صلاة الجنازة عن إنسان. أقول لك على حاجة يا سيدي، أنا هكتب جواب للإمام الأكبر، إمام الجامع الأزهر، بقول له يا فضيلة الشيخ شوف لي فتوى صلوا عليها في الأزهر عشان أبين إن الإسلام أحسن من المسيحية. My mother decided to get rid of me, and she took me on a Christmas day to go and live with my grandmother. And there I grew up in the Jewish faith because she was a Jew, a committed Jew. I stayed with my grandmother till I was 19. But you know, if you don't mind using a little bit of my, in the Old Testament, I don't like the English translation because it's very polite. Some of the words used for God in the Old Testament are very sharp. It's almost street language, if you understand what I mean by street language. Just read Psalm 88 in Hebrew. And remember, 2 8s, you know. See the vocabulary the psalmist is using for God. Well, I believe God was cunning. And the whole thing, you know, my mother told endless stories about how evil
and nasty and cunning I was when I was 5 years old. لما جورج حبيب كان أخطأ وأنا منعته من التدريس في الكليريكيات، جورج حبيب باوي سنة 82 على ما أظن أو 83، جم أساتذة الإكليريكية يتوسطوا لي، فقلت لهم الأخطاء اللي وقع فيها جورج حبيب لو وقع فيها القمص بطرس جيد أنا هحرمه من الكنيسة. الأخطاء اللي وقع فيها جورج حبيب لو وقع فيها القمص بطرس جيد أنا هحرمه من الكنيسة. أنا في مسألة العقيدة أو اللاهوتيات لا أجامل أحدا. وأيضا إذا كان بابا حرم واحد ما يليقش إن واحد تاني يجي بعديه، وحرمه لأسباب عقيدية، ما يليقش إن واحد يجي بعديه يحلله إلا لو مجمع اجتمع وناقش الأمور العقائدية التي بسببها قد حرم، وإلا يحصل بلبلة في الكنيسة. يعني إذا كان مجرد موضوع شخصي، خطأ شخصي مش خطأ عقيدي، ممكن اللي بعديه يحل، لكن إذا كان خطأ عقيدي لابد من مجمع يحل. هذه هي الحقيقة. من يسمونه العالم اللاهوتي إنسان شتام وكذاب يهودي دخل المسيحية لتشويهها، وتم كشفه وحرمانه ومات على خطيته. ولآخر لحظة في حياته كان يكره الكنيسة وقوانينها، ولكن الهراطقة يصنعوا منه بطلا لضرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهدم عقيدتها. وبذلك كشفنا لكم جزءا بسيطا من جانبه المظلم لكي لا ينخدع فيه البسطاء وليعلموا حقيقته. أما من جهة الأنبا تودرس فهذا الشخص خالف تعاليم الرسل وخالف قرارات المجمع المقدس، وسمح بمناولة المحرومين والصلاة عليهم، وكما يقول البابا شنودة فقد تسبب بحالة من البلبلة والانقسام بين الشعب القبطي، وبناء على كل ما ورد ذكره يكون محروما وتكون شريعته باطلة، ورساماته القادمة تكون غير معترف بها لا من الله ولا من الناس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.